بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي متابعين قناة حنان ودنيا، أنا بشكركم جدا جدا جدا. أي حد بيكتب لي تعليق أنا بكون مبسوطة جدا، أي حد بيعمل لي لايك أنا بكون مبسوطة جدا. ربنا يخليكم ليا يا رب، متحرمش منكم وكده، ربنا يزيدكم يا رب. وقناتي إن شاء الله مش هتترفع غير بيكم إن شاء الله، يعني مش هتعلى غير بيكم وبحبايبي اللي بيحبوني بيحبولي الخير. طبعا في ناس كتير انا عارفاها بتدخل تشاهد لي، حبني وحبين لي الخير. ربنا يبارك لهم يا رب في حبايبهم ويبارك لهم في صحتهم وفي كل حاجة ليهم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده معايا بقى فيديو تشجيعي كده لغسيل المواعين وطبيخ، يعني اليوم المعتاد بتاعنا كستات بيوت. تمام، احنا بقى عايزين نتكلم مع بعض النهاردة في موضوع. ايه هو الموضوع؟ ايه الموضوع يا حنان اللي انت عايزة تتكلمي فيه؟ عايزة اتكلم بقى عن الغلا اللي احنا فيه دوت والاسعار اللي غالية. عايزة اقول لكم يعني واقول لنفسي انا كمان، الدنيا مش هتقف والله. احنا نقدر نعمل كل حاجة ببيتنا برضو ببساطة ويعني بيسر. مش ضروري كل يوم لحمة وفراخ وسمك والكلام ده كله، لا طبعا. يعني اللي كان بياكل لحمة مرتين او 3 في الاسبوع يخليها مرة واحدة علشان خاطر ولادنا يعني وكده. تقدري بقى تنوعي في الاسبوع، مثلا ممكن تجيبي سمك في يوم. عملتي مثلا فراخ النهاردة، تاني يوم اعملي عليها شوية ملوخية وشوية مسقعة. النهاردة عملت كده، ممكن يوم تاني اعمل سمك اشويه، مش شرط يكون سمك كبير، ممكن يكون سمك صغير. يوم مثلا اعمل شوية عدس شوربة. يوم شوية بطاطس محمرة وبيض مسلوق كده وبدنجانتين. يعني نعدي يومنا ونعدي الايام اللي احنا فيها ديت علشان ما نقفش ونوقف الدنيا معانا. احنا اهم حاجة عندنا ولادنا ان هم يتعلموا وربنا يكرمنا فيهم. وطول ما ولادك بصحة وبخير وكويسين قدام عينيكي الحمد لله على كل حاجة. تمام، يا ريت كلنا كده يعني ايه نقول الحمد لله، وربنا ان شاء الله مش هينسانا ومش هينسى ان احنا راضيين. يعني احنا راضيين وبنقول الحمد لله. ربنا بس يديم علينا الستر ويديم علينا الصحة ويديم ولادنا في حياتنا نعمة ربنا انعم علينا بيها. تمام. يا رب كده ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم واكون رغابة اتكلم كتير. انا بحب اشارككم، بحب اتكلم معاكم. انا يعني انا عندي والله العظيم، يعني مش عشان انا بتكلم معاكم دلوقتي علشان ان انا اقول مثلا كلام وخلاص، لا والله. انا عندي مشاكل في بيتي برضو، وعندي حاجات مزعلاني كتير. بس هقول لكم على حاجة، الزعل مش بيجيب فايدة، فانتي ارضي باللي ربنا اداهولك واقسملك بيه والحمد لله. تمام. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا معايا صابون الغسيل، بقى ندخل في الفيديو بتاعنا نرجع له تاني. معايا صابون غسيل كده انا عاملاه في البيت، حلو جدا 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 جدا، من ريحة الرغوة لشكل جميل ما شاء الله. ان شاء الله هنزل لكم فيديو بيه، وكنت عامله لكم فيديو للصابون قبل كده. المرة دي برضو عامله لكم فيديو للصابون ابسط من اللي فات بتكاليف اقل، يعني تقدري تعمليه بتكلفة اقل. هو ده اللي انا بغسل بيه. الصينية الألمونيا دي هتخليها فضة، شايفين الرغوة بتاعتها جميلة جدا. انا عندي السخان كده في الساعة بشغله لما اكون بغسل المواعين بقى والجو برد وكده، بشغل السخان اغسل المواعين. طبعا يعني احنا برضو مش خلاص يعني طالما بنغسل المواعين نتلج، لا. بشغل السخان كده شوية لما يكون المواعين مطولة معايا بشغله، اما تكون شوية مواعين صغيرين بالمية الساقعة وبخلص. تمام. الصابون ده حلو جدا، بينظف 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 تمام. يا رب كده ما يكونش الفيديو بتاعنا طويل ويكون تقيل على قلبكم. انا حابة يعني انا اشارككم وتشوفوا كمان ايه كل حاجة انا بعملها في يومي. هو مش يومي كامل بصراحة، هو اليوم دوت يعني غسلت فيه المواعين كده زي ما انتوا شايفين، وهطبخ زي اي ست بيت مصرية. بتبتدي كده بالمواعين بتاعتها وبتعمل اكلها. انا كنت في الوقت دوت كنت عاملة يعني معظم الاكل كنت عاملاه عشان اخدت يعني مواعين من اللي انا كنت محضرة فيها الاكل غسلتها وكده. ابتديت يعني الفيديو معاكم بغسيل المواعين كتشجيع، يعني كده تقومي تتشطري كده وتقومي ايه تحمسي نفسك وتغسلي وكده. الحوض بتاعنا بتاع المواعين ده لازم نغسله. انا معايا ليفة تانية غير الليفة بتاعت المواعين اللي انا بغسل بيها.
بغسل بيها كده الحوض علشان لما اعمل اكل ولا اعمل حاجة يبقى الحوض بتاعي نضيف مفهوش اي حاجة، وتفتح نفس كده على العمايل. النظافة يا جماعة بتنور، وبتحسي كده ان انتي بتعملي الحاجة بسهولة ويسر، مش تقيلة في ايدك كده وتحسي ان اليوم تقيل معاكي. لا، النظافة حلوة. طبعا الفوطة بتاعة المطبخ دي اشتكت مننا، عايزين نجيبوا فوطين جداد، بس انا بعمل بقى الملايات القديمة اللي عندي والحاجات القديمة اللي بتطلع بقصقصها كده وبعملها فوط. بس برضو مفيش غنى ان انا اشتري فوطين او 3 يعني عشان المعجنات بتاعتي، وعلشان انا بحب اشتري فوط للمطبخ. تمام. جبت مية كده حطيتها على البوتاجاز تغلي، نزلت كده بالفرخة هسلقها علشان انا عايزة الشوربة زي ما اتفقنا كده مع بعض، وقلنا ان احنا مثلا عملنا النهاردة فراخ، بكرة هنعمل شوية ملوخية او مثلا خبيزة. اليومين دول بقى الموسم بتاعها. انا جبت برضو خبيزة بس ما عملتهاش لان كان عندي ظروف، فقطفتها وغسلتها هي والسلق وشلتها في الفريزر على ما يجي اليوم بتاعها واعمله. هعمل ايه بقى؟ خضار. هعمل قرنبيط كده مطبوخ يعني في الصينية. عندي بنوتي، عندي دودو بتحب القرنبيط المطبوخ، فانا يعني بحب اعمل الحاجة اللي ولادي بتحبها. قرنبيطة جبتها حلوة كده ب4 جنيه، مسكتها فصصتها وغسلتها وقطعتها كده، وجبت كده ايه بصلة قطعتها ومعاها راس توم برضو قطعتها ومعلقة سمنة وهدبلهم على النار، وكمان معايا توابل ملح وفلفل وشوية كمون بساط وحبة شطة، والحاجات دي كلها حطيتها طبعا على التتبيلة بتاعتي اللي انتوا شايفينها. وكمان نزلت بمكعبين مرق الدجاج وشوية ملح وبساط عشان المرقة بتكون مملحة، ونزلت كده بالقرنبيط زي ما انتوا شايفين ابيض وزي القشطة ازاي. القرنبيطة اللي انا جايباها دي مش غالية، ب4 جنيه، بس هتعمل لي صينية كبيرة ما شاء الله، هتاكلي فيها يومين. يعني انا اكلت منها يوم وتاني يوم كمان مع ايه، مع اي حاجة بقى موجودة في البيت. ممكن تحمري شوية بطاطس معاها، مع شوية مع سلطة جبنة كده، اي حاجة يعني، ونعدي يومنا ويومنا هيعدي. المهم ان احنا نبقى مستورين وفي صحة، والدنيا هتمشي ان شاء الله بالطول ولا بالعرض، الدنيا هتمشي. نزلت كده بقى في ايه، في طاجن كده يعني صينية او طاجن او اي حاجة عندك. عصرت كده حوالي نص كيلو طماطم، لان القرنبيط دوت لما تحطيه في الفرن هينزل ايه مية وكده، وهتبصي تلاقي الطماطم دي ايه بقت كتير. انت شايفينها دلوقتي بسيطة، بس بصوا في تركيز الصينية من تحت. الصينية من تحت فيها ايه عصير طماطم اهي. طبعا انا بعد ما شوحتها دخلتها الفرن كده، بعد ما حطيتها في الصينية عليها الطماطم طلعت ما شاء الله عليها جميلة اهي. اللي محروق دوت الصينية مش القرنبيط. القرنبيط طلع معايا ما شاء الله حلو جميل اهوت. وعملت شوية رز. السمنة اللي انا حطاها على النار ديت انا بقدحها وبنزل بيها كده على الرز بتاعي عشان الرز بتاعي يفلفل. ما كانش عندي زيت قدحت سمنة كده وحطيتها على الرز. تمام. الرز بتاعنا برضو حلو ما شاء الله عليه. بعد ما استوى كده قدحت شوية سمنة وقمت حطاهم، ما حطيتش السمنة كلها، سبت شوية كمان في الطاسة علشان الفرخة بتاعتنا اللي احنا سلقناها هندخلها الفرن تاخد لها ايه تحميرة كده وتطلع زي المشوية. دلوقتي لسه ما اتحمرتش. انا حطيت كده معلقة صلصة من الجاهزة على شوية السمنة الفاضلين، وعليهم شوية ملح وفلفل، وهمسح كده الايه هدهن الفرخة بتاعتي، وهشغل الشواية بتاعة الفرن وهدخلها تحت الشواية عشان تتحمر. هتطلع متحمرة زي الفراخ المشوية. تمام. وده كان الغدا بتاعنا. يا رب يعجبكم، ويا رب ما كنش ضيفة تقيلة. يا ريت اللي يعجبه الفيديو يعمل لي لايك، واللي لسه مدخلش قناتي يدخل كده ويشترك ويكون معانا كده في اسرتنا الجميلة ويقول لنا رأيه ايه. تمام. معانا الفرخة ما شاء الله طالعة حلوة ازاي، جميلة ما شاء الله. تمام. هجيب بقى كده كام عود بقدونس كده واحطهم على الوش.